السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم سالمين. معكم نشرة الأخبار حزب التحالف الوطني المصري، والمقالة الرابعة لسيادة النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري بعنوان الانتخابات. عزيزي متخذ القرار القومي بالترشح للانتخابات البرلمانية، أنت الآن واثق في شعور الناس بك وباستحقاقك، وواثق في مهاراتك، لديك الإمكانيات المادية، ودرست جمهورك وفق فئات تذوقهم لك. هيا للبدء في حملتك الانتخابية، هيا لتنطلق إلى المعركة. كون فريقك وجيشك، فأنت وحدك لن تستطيع فعل شيء، وحتى لو كنت خارقا فليس من المسوق لك أن يراك الناس وحدك. أنت تحتاج لجيش من المسوقين لك، جيش منظم مرسوم خطواته ومحدد أهدافه، جيش يعتمد على 3 عناصر: خبرات تخطط لك، قيادات شعبية تعاضدك، وفنيات توجهك، وفرسان تنظيميين ينفذون لك. أولا، أهل الخبرة والقيادات الطبيعية، مما لا شك فيه أنك تحتاج لأهل الخبرة والقبول الشعبي وتلك الرموز التي يضيف لك تأييدها لك، فالجمهور يقتنع بقناعة قيادته الشعبية بك، وهو جاهز للانبهار بك وفق صحبتك المبهرة. كما أنك مهما كنت ذكيا ستواجهك العديد من الأمور والمعضلات أثناء مسيرتك الانتخابية التي تحتاج الشورى والمشورة من ذوي الخبرات. أنت بطبيعة الحال لا تسكن في كل مناطق دائرتك الانتخابية، ولكن منطقة أهلها الإداري بشعابها، فلا تنسى هذه الفئة الهامة التي عليك دور كبير في طريق أبوابهم بصفة شخصية لإقناعهم بك. الفئة الثانية، الفريق المتخصص من الفنيين والمتخصصين الذين يحملون عنك أمور هم أمهر بها منك، كالمحامي الذي يخطط لك مسارك الانتخابي بما يوافق القانون ويحترم حقوق الآخرين ويحفظ حقك في المعركة، كما أنه إنبرر للرد على كل مهاترات الكارهين أو حتى دسائسهم وفق القانون. أيضا المالي الذي سيتولى عنك تنظيم نفقاتك وتوجيهها للمفيد ومتابعتها بما يضمن تحقيقها للهدف دون قطر أو تبذير. وقس على ذلك العديد من أصحاب التخصص كمسؤولية الدعاية ومنظم اللقاءات والمتحدث اللبق وإلى آخره، ممن سيوفرون وقتك وجهدك لتتفرغ في حملتك لممارسة لقاءاتك وصولاتك وجولاتك بتركيز. الفئة الثالثة فهم جنود الميدان، هم المنفذون لكل ما خططت له واستشرت فيه ووقع قرارك عليه، هم الشباب والتنظيميين والمنفذين لحملتك الانتخابية من حشد وتنفيذ وتنظيم وترتيب ومتابعة وإعلان وترويج. وهذه الفئة لا شك أنها تقاس بالعدد، فكلما كان عددها أكبر كلما كان أجدى، كما أنها تتميز عن الفئتين السابقتين أنها يمكن فيها عدم الانتقاء، يمكنك أن تنحاز لكثرة العدد عن جودة المشاركين. فهذه الفئة أنت مسؤول عن تصرفاتها داخل حملتك الانتخابية وليس خارجها. أما فئة المشورة والمتخصصين أنت مسؤول عنهم داخل وخارج حملتك الانتخابية أثناء مسارك الانتخابي بل وقبله. فليس من المقبول أن يصاحبك من القيادات الطبيعية تاجر مخدرات أو يتولى حملتك محامي أو مالي مشبوه، فالفئة الأولى والثانية باختيارك ومعبرين عنك وعنوانك. أما التنفيذيين فأنت لست مطالب بجميعهم، فيجوز أن يقوم بتعليق لافتات أو ترتيب مكان اللقاء من لا تعرفهم أو تعرف ماضيهم. تلك أيها السياسي هي الفئات الثلاث المكونة لحملتك الانتخابية، وحملتك الانتخابية هي الخطوة التالية مباشرة التي يجب أن تعدها بعد قرارك خوض المعركة ودراسة رؤية جمهورك لك. وفي نهاية النشرة الإخبارية نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم سالمين.